أنا جعفر الحوراني، نائب أردني سابق فلسطيني أعيش في الأردن. حقيقة ما جرى في مصر هو مخالف لكل الأعراف والقوانين والدساتير وما تعودنا عليه سابقا. أولا من عملية إلغاء ل5 استفتاءات شعبية متتالية كمجلس النواب ومجلس الشورى والاستحقاق الدستوري وانتخابات الرئاسة، كل هذه ألغيت بجرة قلم من عسكري لا يملك شيئا بالدستور ولا بالقانون، هو مجرد موظف عند رئيس الجمهورية وعند الشعب. وقام هذا الرجل بالانقلاب على الشرعية بعد أن قامت عدة جهات بالانقلاب على 4 شرعيات سابقة. وحقيقة أن هذا يمثل خطرا شديدا جدا على العالم الإسلامي والعربي، حيث أن كل المعارضة في منطقة العالم العربي أصبحت الآن في خطر، لأنه إذا نجح هذا الانقلاب فهذا يعني أن المعارضة ستعاني مما عانى منه الأخ محمد مرسي والشرعية في مصر. ثانيا كان يعني الشيء الطيب الرائع أن الشعب المصري وقف وقفة رائعة جدا ترفع الرأس في هذه الوقفات في رابعة العدوية وفي النهضة وفي غيرها، ولكن للأسف هذه الوقفات لم يساندها الحكام العرب وغيرهم من البرلمانات والحكومات التي كان يجب عليها أن يكون لها دور في دعم الشرعية وأن تكون يعني مواقفها مع الشعب وليست مع الانقلابيين. نحن نرى الحكام في السعودية وفي الأردن وفي الإمارات كيف أن أدوارهم البائسة السيئة مع الانقلابيين حقيقة، وكان الأصل أن لا يكونوا يعني بهذه المواقف. وبالتالي هذا يعني أن الشعوب العربية يجب أن يكون لها أدوار أكبر بكثير في الوقوف إلى جانب الشعب المصري، لأن قضية الشعب المصري هي قضية الشعوب العربية كلها. ونحن رأينا انعكاس ما جرى في مصر أولا على قطاع غزة، ثم ما أعلن اليوم في الأردن من محاولة لمحاصرة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي والمعارضة. وبالتالي فإن ما جرى في مصر لا يهم مصر أولا لوحدها، لأن مصر هي أم الدنيا، مصر هي قلعة العرب وهي المركز الذي ينطلق منه العرب، وعلى مدار السنوات السابقة كانت هي التي تحرك العرب. إذن الآن هناك انقلاب لا حضاري ولا قانوني ولا دستوري، وهذا الانقلاب يقوده مجموعة من العسكر لا يمثلون شيئا، وحتى في داخل العسكر هم لا يمثلون قوة العسكر، وحاولوا بكل ما يملكون من قوة أن يحصلوا على تفويض من الشعب لقتل الناس. وللأسف فإن العمليات الإجرامية بقتل المواطنين الساجدين الراكعين العابدين لربهم سبحانه وتعالى كانت بأبشع الصور، ويخرج وزير داخلية الانقلاب بأبشع رواية وهو يضحك ويبتسم ولا يستحي من نفسه بعد أن رأى الدماء تسيل في أرض مصر، ويقول نحن لم نطلق ولا رصاصة واحدة. وكل القنوات الأجنبية والعربية رأينا عليها الشرطة المصرية والبلطجية الذين تحميهم الشرطة والأمن وهم يطلقون الرصاص الحي على المواطنين. الشرطة من واجبها في كل مكان أن تحمي المواطنين، ولا يجوز أبدا أن يقبل منها أن تسمح لما يسمى بالبلطجية أن يطلق الرصاص على أحد. وبالتالي فهذا تواطؤ وتآمر أولا من الشرطة، ثم من الجيش، ثم من الزعامة التي عينت نفسها بدون وجه دستوري أو قانوني، ثم من الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان التي تغض الطرف عن الموضوع. الآن نحن نطالب كل القوى الفاعلة على وجه الأرض، إن كانت حقوق إنسان أو أمم متحدة أو غير ذلك أو مواطنين عرب، أن يكثفوا جهودهم لنصرة إخواننا في مصر. فنحن علينا أن نعيد الشرعية إلى واقعها، أن يعود محمد مرسي رئيسا للجمهورية، هذا الرئيس الذي كان خلال عام يعاني أشد المعاناة، وهو واثق الخطوة وهو ثابت بما يرضي الله سبحانه وتعالى. يجب أن يعود وأن يكمل مدته، وبعد ذلك تجري انتخابات، ثم على الشعب المصري فورا أن يبدأ بانتخابات لمجلس النواب ولمجلس الشورى، وأن تعاد الشرعية، وأن يقوم الشعب المصري بثورة عظيمة لتنظيف الجهاز القضائي الذي كان له دور كبير في تشويه الحياة السياسية في مصر. ولن أنسى على الإطلاق موقف شيخ الأزهر وبعض الشيوخ الذين وقفوا سلبيين في مواقف لا يقبل منك أن تصمت، بل يجب عليك أن تكون إيجابيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم بما يحقق مصلحة الشعب. ولنعلم جميعا أن الأقباط في مصر كان لهم الدور القبيح بعد أن احترمهم محمد مرسي واحترمهم الشعب المصري على مدار سنوات طويلة جدا. في نهاية كلامي أتمنى للشعب المصري كل خير، وأتمنى أن يحقن الله دماء المسلمين في كل مكان، وأن يعيد الحق إلى أهله، وأن يعود محمد مرسي رئيسا للشرعية في مصر، وأن تسير الحياة السياسية وفق ما يرضى الله سبحانه وتعالى، ثم وفق الأعراف المتعارف عليها دوليا بعد هذه الثورة الناجحة التي قام بها الشعب المصري. حمى الله مصر وحمى الله الشعب المصري، وجزاكم الله كل خير.